اهلا بيكم في حلقه جديده من اومنيفيرس ووتشر. كنا اتكلمنا الاسبوع اللي فات على ستار فاير. النهارده هنتكلم على دونا تروي، ناخد فكره عنها وعن قدراتها في الكوميكس. دونا تروي هي شخصيه تبع دي سي كوميكس، اول ظهور ليها في الكوميكس كان في شهر يوليو سنه 1965. الكلام ده كان في العدد رقم 60 من ست الكوميكس ذا بريف اند ذا بولد. هي سوبر هيرو اول من حمل عباءه وندر جيرل. في بعد كده بنات كتير حملت الاسم ده زي كاساندرا ساند سمارك ويارا فلور. الاوريجين ستوريز بتاعتها كتير جدا والموضوع معقد، لذا دلوقتي احنا هنحاول نشرحه ونبسطه. الساحره مجاله باستخدام مرايه سحريه بتعمل نسخه من وندر وومن عشان تكون شريكه لعب ليها، وكان ليها شخصيتها الخاصه بيها. ليها نظيره في ارث 7 اسمها دارك انجل، بتخطفها عشان كانت فاكراها ان دي ديانا الحقيقيه. بتلعنها وبتخليها تعيش دورات حياه مأساويه لا تنتهي. في واحده منها هي كانت يتيمة، أمها المراهقة كان عندها سرطان بتعرضها للتبني. بتاخدها عيلة، الأب بيموت فالأم بتعرضها للتبني تاني عشان بتشوف إنها مش قد مصاريفها. بتروح لعيلة جديدة، بيحصل حريقة، وبنشوف إن الإلهة التايتن ريا بتنقذها هي و11 طفل تانيين قبل ما يموتوا على طول. ال 12 دول بيروحوا لحتة كده اسمها نيو كرونوس وبيتسموا التايتن سيدز. بيتم إعدادهم إن هم يبقوا خلفاء التايتنز في المستقبل. بيسموهم على اسامي مدن مشهوره بعباده التايتنز. هي اخدت اسم تروي اللي هو بالعربي طروادة. بيدوم قدرات وبيعلموهم ازاي يستخدموها. بعد ما بيوصلوا الاطفال دي سن المراهقه بيمسحوا ذاكرتهم وبيرجعوهم للكواكب بتاعتهم علشان يعيشوا وسط شعبهم ويتطوروا، ويوما ما يرجعوا نيو كرونوس يطالبوا بإرثهم ويرجعوا مجد التايتنز. هي بتكتشف ان عندها قدرات، بتسمي نفسها وندر جيرل، بتبقى عضو مؤسس في فريق تين تايتنز وهي اللي بتقترح الاسم. بعد كده بتتجوز عالم اسمه تيري لونج، بتبقى حامل منه. بيجي لها فريق من المستقبل اسمه تيم تايتنز بيعرفها ان ابنها ده في المستقبل هيبقى شرير للغايه واسمه لورد كايوس. عشان المستقبل ده ما يحصلش هي بتضحي بقدراتها وان كانت بتطلبها تاني والتايتنز بيرفضوا. بعد كده بنشوف انها بتنضم لفريق اسمه دارك ستارز، بيدوها بدله يبقى عندها قدرات. وبنشوف انها بتنضم لفريق تين تايتنز مره تانية بيبقى اسمها دارك ستار. جوزها بيطلب الطلاق منها بسبب ان هو بيشوف ان مهام عملها البطوليه بتعرض عيلتهم للخطر وبياخد حضانه ابنهم. بترتبط بعد كده مع جرين لانترن اللي هو كايل راينر، بس العلاقه دي مش بتستمر كتير بعد ما طلقها وابنها بيموتوا في حادثه. تيجي دارك انجل بتقرر انها تخليها تعيش حياه جديده. في الحياه دي جميع الناس بينسوها باستثناء كوين هيبوليتا وفلاش اللي هو وولي ويست. الاتنين دول بمساعده وندر وومن بيعرفوا يبطلوا اللعنه بتاعت دونا تروي. هيبوليتا بتعتبرها بنتها بشكل رسمي، بيبقى ليها مكانة ملكية، ابتدت تعرف باسم الأميرة دونا، بتسمي نفسها ترويا. قدراتها بترجع لها بطريقة ما. بنشوف يوما ما في أندرويد اسمها إنديجو بتتسبب بالغلط في تفعيل روبوت على شكل سوبرمان شرير جدا بيموت دونا تروي وهي بتحاول توقفه. التايتنز بيرجعوها تاني على قيد الحياة بس بيلعبوا في ذكرياتها، بيخلوها تقتنع إنها هي لاهة القمر. بس فريق التايتنز وفريق أوتسايدرز بيرجعوا لها ذكرياتها الحقيقية. بعد قصة كرايسيس إن إنفينيت إيرثز وتدمير المالتيفيرس هي بتعرف إنها تجميع نسخ كتير جدا منها زيها زي أي حد في نيو إيرث، بس اللي كان بيميزها إنها كان معاها كل المعرفة بتاعت نسخ دونا المتعددة، وإن هي كل حياة دارك أنجل أجبرتها إنها تعيشها ما هي إلا حياة نسخها المتعددة عاشتها بالفعل، وإن هي آخر صامدة، وإن هي تعتبر المفتاح الحي لاسترجاع المالتيفيرس المفقود. بتاخد هوية وندر وومن بعد ما ديانا بتسيب الاسم ده. هي وكايل راينر بيتحدوا بيحاربوا واحد من المونيتورز. في قصة بلاك سنايت بنشوف إن ابنها وجوزها بيرجعوا تاني بس بيكونوا أعضاء في فريق بلاك لانترن كور. ابنها بيوضها وبتبقى واحدة منهم. وبعد كده بنشوف إن هي بتبقى عضوة في فريق جاستس ليج الجديد. احنا دلوقتي ممكن نتكلم على قدراتها. هي ايه قدراتها؟ هي نسخة من وندر وومن، لذا هي عندها قدرات مشابهة. هي عندها اكسلريتد هيلينج، عندها القدرة على الطيران، قوة بدنية كبيرة جدا، قدرة عالية على التحمل، سرعة، ردود أفعال، خفة حركة، طول العمر. بنشوف إنها مقاتلة بالأيدي ممتازة، رماية، ومعاها لاسو الإقناع اللي بيجبر أي حد إن هو يسمع كلامها. بالنسبة لظهورها في الأعمال الفنية هنتكلم على المسلسلات. بالنسبة للأنيميشن فهي ظهرت في تين تايتنز وتين تايتنز جو، يونج جاستس، ودي سي نيشنز شورت. بالنسبة لللايف أكشن هي ظهرت في مسلسل تايتنز. بالنسبة للأفلام فهي ظهرت في أفلام الأنيميشن تين تايتنز، جوداس كونتراكت، جاستس ليج دارك أبوكاليبس وور، جاستس ليج نيو فرونتير، وتين تايتنز جو تو ذا موفيز، ولعبتين فيديو جيمز. بس كده دي كانت حلقه سريعه اتكلمنا فيها على دونا تروي في الكوميكس والاوريجين ستوريز بتاعتها المعقده. انا عايزك دلوقتي تقولي في الكومنتس انت ايه رايك في الشخصيه دي، شايفها اقوى ولا ستار فاير؟ احنا الحلقه الجايه هنتكلم على حاجه جديده. لغايه الحلقه الجايه ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو انت مش عامل سبسكرايب اعمل، وما تنساش تضرب الجرس.